لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نرى أيضا على البردية تفاصيل محاكمة المتوفى في العالم الآخر، فنراه في المنظر العلوي على اليسار راكعا أمام الإله رع حور أختي، ومن خلفه 41 قاضيا يرمزون لأقاليم مصر. أما في المنظر السفلي إلى اليسار أيضا نجد الإله أنوبيس يصطحب المتوفى إلى الميزان، حيث يتم وضع قلب المتوفى مقابل ريشة الإلهة معت إلهة الحق والعدالة ووزنه. فإذا كان القلب مثقلا بالذنوب يقوم الحيوان الأسطوري الرابط بين كفتي الميزان بافتراس القلب. أما إذا كانت الريشة هي الأثقل ينعم الإله أوزيريس بالحياة الأبدية على المتوفى ذو القلب الخفيف النقي. ويظهر الإله تحت وهو يسجل نتيجة المحاكمة ومصير المتوفى في برديته. وأخيرا يأخذ الإله حورس المتوفى من يده ويقدمه للإله أوزيريس الجالس في مقصورته، ومن خلفه تقف أختاه إيزيس ونفتيس، وأمام الإله زهرة لوتس يخرج منها أبناء حورس الأربعة مرة أخرى. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.